اسوس فيفو بوك برو 15 اوليد. طبعا وانا محتواي مش تك ولا ليه علاقه بالمحتوى ده، ولكن يعني انا قلت نمشيها يعني. طيب تعالى نتكلم الاول على الامكانيات بشكل عام. اول حاجه بيجي معانا بسي بي يو او معالج رايزن 5 5600 اتش، وده هو معالج يعتبر من اقوى المعالجات الموجوده حاليا في السوق. طيب وتاني حاجه معانا هي الجي بي يو او كارت الشاشه، بيجي بار تي اكس 3050 4 جيجا، وبيجي برام 16 جيجا بايت، وبيجي بشاشه خرافيه اوليد، بكسلات مطفيه، مفيش بكسلات اصلا، اسود حقيقي يعني. وانا بعد ما جربت الشاشه دي انا مستحيل اي بي اس تاني. شاشات الاوليد يا جماعه يعني نصيحه، لو انت هتجرب ان انت هتشتري شاشه، حط في دماغك ان انت مش هتشتري بعد كده غير شاشه اوليد، لازم المصطلح ضروري. طيب تعالى نتكلم عن الديزاين. اللابتوب بيجي بلونين، اللون الاسود المطفي الجراي ده اللي تحسه قالب شويه على لون يعني رمادي كده، وبيجي معانا برده بلون سيلفر، ولكن ده انا جبت اللون الجراي، وتحس ان الملمس شكل بريميوم، والملمس يعني حاجه. طبعا بتلاقي فوق على وبتلاقي على الجنب علامه اسوس فيفو بوك كده فيها الوان كده. وطبعا الكيبورد بيجي ميكانيكال ار جي بي، ولكن مش الوان ار جي بي ابيض بس، يعني يعتبر وايت ار جي بي. طيب نيجي لوزن اللابتوب، فوزن اللابتوب تقريبا كيلو و400 جرام، والوزن السمك بتاعه زي ما انتم شايفين رفيع جدا، حرفيا تاخده معاك في اي مكان اكنك معاك ماك بوك بالظبط. نخش على تاني حاجه وهي الديسبلاي او الشاشه، بتيجي بنوع من نوع اوليد مش اي بي اس، اوليد 2K، وزي ما انت شايف الالوان حرفيا حاجه عظمه، حرفيا مش هتجرب اي بي اس تاني. اسود بيكون اسود حقيقي، البكسلات مطفيه، تحس ان انت قاعد مع الفيديو جوه، مش لا حاجه جمدان يعني. ونيجي لكارت الشاشه وهنخش. طبعا دلوقتي الشاشه بيجي بار تي اكس 3050 يعني حاجه فوق العظمه، والفي ار رام 4 جيجا من نوع دي دي ار 6، فحرفيا انت واخد كارت جبار معاك مع الجي بي يو، فجمدان. اي انت داخل فيديو عشان تشوف الاداء في الالعاب. طيب شغلنا اول حاجه جي تي اي، وطبعا جي تي اي انا كنت عامل الليمت بتاعها 60 اتش زد، عامل الجوده 4K، هتلعب على 4K 60 ثابت، جوده وخرافيه، مفيش تقطيع، اللابتوب ما بيسخنش، حرفيا هتاخد اداء عظيم. تاني لعبه معانا جربناها وهي سبايدر مان مايلز، ودي كانت برضو واللعبه عامه اخرها 60، كنت مشغلها باعلى اعدادات، وحرفيا معلي كل حاجه. اللعبه ثابت، مفيش اي فريم بيقع، مفيش دروب فريم، مفيش بوتل نيك، مفيش اي حاجه، 60 ثابت، مفيش كلام حرفيا، وجرافيك اعلى حاجه في الحياه. تالت لعبة معانا جربناها وهي فيفا 23، نفس الكلام برضو، كانت الفريمات 60 ثابت زي ما انت شايف قدامك. كنت عامل برضو الجرافيك على اعلى حاجة، اعلى اعدادات، اعلى حاجة موجودة طبعا لو كان ولكن لو فتحت الليمت فهي هتوصل معاك ل 164 عادي جدا. جربت برضو عليه ببجي، وطبعا كانت شغالة 120 فريم ثابت برضو، مفيش فريم بيقع، بس انا ما كنتش بحب ببجي الصراحة يعني، معرفش ازاي بقول كده، بس ماليش نفس اصلا اجربها، فانت مش هتشوف فيديو بيجرب ببجي انا لا. رابع لعبه جربتها وهي ديترويت بيكوم هيومن، واللعبه دي خرافيه، دي اكتر لعبه تقريبا هتستهلك من الكارت. كانت نفس الكلام، هي اللعبه اخرها 60، كانت برضو شغاله 60 فريم ثابت، مفيش اي فريم بيقع، اعلى اعدادات، نفس الكلام. الحراره كانت الحراره ثابته، معليتش قوي، طبعا برضو لازم تكون حاطط حاجه تبرد اللابتوب من تحت، فنفس ستيبل جدا ومستقره جدا، ومفيش اي فريمات، مفيش دروب فريم، مفيش اي حاجه بتنقص، فكان كويس جدا برضه في ديترويت. وفي كده في تجربه الالعاب عموما فعرفنا ان اللابتوب خرافي للالعاب. طيب ونيجي لحاجه مهمه هي التوافق بين الكارت والمعالج هي 0%، وده معناه ان الكارت والمعالج مع بعض شغالين بكفاءه 100%، فدي حاجه انت واخد كفاءه الكارت كلها وكفاءه المعالج كلها، فدي حاجه برضو عظيمه جدا. وبالنسبه الانبوكسنج هتلاقي ديت ملزوقه على ظهر اللاب، وده انا ما فتحتهاش يعني مع الفيديو، قادر استنى ان انا اعمل فيديو وما اسيبه مفتوح، فتحت كل حاجه يعني.
فهتلاقي اول حاجه الغطا اللي كان مغطي اللابتوب والغطا بتاع الكيبورد ده لازم تفضل تستخدمه، مش تشيله وتحطه في العلبه. وانت بتقفل الكيبورد الشاشه تحط الغطا بتاع الكيبورد. برضه لها عيوب انها مش اصفى، من اقل حاجه ممكن تتخدش، فلازم تهتم وتحط مفرش الكيبورد ما بين الشاشه والكيبورد. طبعا هيجي معاه شويه كتيبات وبيشرح لك بقى الشاشه الاوليد ايه هي مواصفاتها وبتشتغل ازاي وكده. فطبعا بس دي كل حاجه موجوده في العلبه. نيجي للشاحن هيظهر قدامك. طبعا الشاحن بيجي بقوه 120 واط، حاجه كويسه جدا. مع برضه بقول لك ان انت ما تعتمدش عليها. اول لما تشتري اللابتوب تفعل وضع ال 60% بحيث ان انت تفضل محافظ على اداء ال 40%، بحيث انها تفضل كفاءتها معاك دايما لو انت خرجت بتاع. فحاول ما تستخدمش اللابتوب على البطاريه الا لو انت بره البيت. نيجي بقى لالوان الشاشه والفيديوهات والحاجات الجميله دي. فتعرفين ده احسن لابتوب ممكن تشاهد عليه محتوى، نفس الوقت احسن لابتوب للمصممين، نفس الوقت احسن لابتوب تلعب عليه جيمنج. فحرفيا اللابتوب ده متكامل. بس نرجع تاني لموضوعنا الشاشه. فزي ما انت شايف الالوان قدامك، الاسود اسود حقيقي، معرفش هيبان في الكاميرا ولا لا، ولكن اسود حقيقي. الاسود فعلا بيكون مطفي، مش لون فاقع زي اللابات الاي بي اس او شاشات الاي بي اس. طيب نيجي بقى تشتريه منين وسعره كام وكل الكلام ده. بص يا معلم، عشان الموضوع ده بص يعني توهان. اللابتوب موجود على امازون بسعر حاليا 32,000 جنيه. فحاول تستنى لما يبقى فيه عروض، لان السعر بينزل عن كده كمان. انا كنت شاريه ب 35 فهو نزل ل 32 وساعات بيطلع ل 45. فانت وحظك بقى، هو انا مش عارف ده. بس افضل سعر هيوصل له اللابتوب هو 32 لو انت اشتريته بالسعر ده، فكويس جدا. فانا نفسي كنت شاريه ب 35 فاهمني. فانت وحظك بقى. فانا هسيب لك برده لينك امازون تحت، خش شوف السعر وصل فين دلوقتي. وحاول برده زي ما بقول لك تستنى العروض، بس اعلان خالص قبل كتير اللابتوب ده. بس انا بطبل له عشان هو فعلا يستاهل. وبس ده اخر محتوى فيديو تك. انا مش بتاع تك، انا محتوايا انا بطلع افيد الناس مني تمام، مش هتستفاد خلاص. فانا مش محتوايا ان انا يعني انا برده مش هدف محتوايا ان انا اطلع اضحكك، لان ده كان محتوايا زمان. دي حاجه حلوه، انا بحب اشوف الحاجات دي. ولكن انا عايز اما تسأل على القناه قدام يعني يبقى انا فعلا كنت فدت الناس بحاجه بس مش اكتر، او فدتك انت بحاجه عشان انت اخويا، انت بتتفرج عليا وصلت للقطه دي، انت اخويا. وطبعا ده تاني فيديو الاسبوع ده، مش عايزك تتعود على كده يعني، ما تتعودش على كده. هو تتعود على كده وبس يا معلم. شكرا على اي تفاعل، شكرا على اي كومنت حلو بتقدموه، الحاجات دي بتفرحني جدا. اول حاجه اول مره هطلب بس يعني ما تنساش تضغط زر اللايك وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا هنعملها ان شاء الله. واستنى عظمه جايه، استنى العظمه لله وحده، بس برضه استنى عظمه جايه عشان في حاجات جامده هتحصل قريب. وبس يا معلم، سلام.